السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي أعزائي كل متابعينا على قناة نسر السعيد، برحب بحضراتكم وسعيد إن أنا بلتقي بكم اليوم، ونبدأ حديثنا دائما وأبدا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اشف مرضاهم، ارحم شهدائهم يا رب العالمين، ارحم أبي وجميع موتى المسلمين. النهارده هنتكلم عن استعدادات النادي الأهلي، نتكلم عن تأمين إمام عاشور وتأمين نجوم النادي الأهلي. هنتكلم كمان عن الأولمبية الدولية ومراسلتها وتهديدها لمصر. ولكن في البداية النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله جاهز للمباراة. النهاردة دخل معسكر مغلق، النهاردة وبكرة قبل المباراة. مفيش أي كلام من وسائل الإعلام، ممنوع حد يتكلم مع أي حد، كله مركز. كابتن محمود الخطيب داعم ومحفز كبير جدا للنادي الاهلي واللعيبه، دايما في اجتماعات مع كولر ومع اللعيبه من اجل ان شاء الله العبور من مباراه سان داونز الى النهائي، ويكون النهائي السادس، ويكون ان شاء الله البطوله الثالثه على التوالي، ويكون انجاز ما حققوش غير الاول والكبير وزعيم افريقيا النادي الاهلي. طبعا اصابات اللعيبه، الدبيس خارج المباراه محتاج اسبوعين تقريبا. عطية الله كمان محتاج 3 أسابيع. ولكن وسام جاهز وشارك في التدريبات، وسام سليم 100%. ولكن مشاركته أو مشاركة جراديشار، مين هيكون المهاجم دي ترجع لكولر. وأتمنى عم كولر ما تلعبش بالاتنين. احنا شايفين جراديشار كان ما شاء الله مستواه رائع في المباراة الأولى، وقدم مستوى جيد وبيتحركاته كويسة جدا، بيعرف يتحرك داخل منطقة الجزاء، بيعرف يشوف زمايله، بيعرف يباصي كور وبيعمل اسيستات لزمايله، وفي نفس الوقت مهاجم خطير جدا. وشفنا الكرة اللي لعبها في العارضة، وكانت لعبة كرة رأسية متقنة جدا، مش زي ما قال علي محمد علي اللي معرفش هو ماله ومال الأهلي، يقول لك كان ممكن يوقفها. كرة جاية سريعة جدا ودايرة ومباشرة، ما تتلعبش غير كده من مهاجم عالمي زي جراديشار، أو أي مهاجم عموما مش هيقدر يلعبها غير كده. كرة سريعة وقوية وجاية بالعرض، ما ينفعش تتوقف. بس عشان ايه نبقى فاهمين. وان شاء الله باذن الله عصام الشوالي يكون هو المذيع وهو المعلق على مباراة سان داونز الثانية بإذن الله. المباراة طبعا زي ما قلنا قبل كده تكون الساعة 7 بتوقيت القاهرة، في تقديم للساعة، فهيكون الفارق ما بين مصر والإمارات هتكون ساعة واحدة بس. يعني المباراة لو اتلعبت 7 وهتتلعب إن شاء الله 7 في استاد القاهرة، هتكون 8 بتوقيت الإمارات. طاهر متألق في التدريبات، ممكن كولر يستعين بيه في الناحية اليمين. هنشوف برضو كولر وترتيباته، هل هيستعين بطاهر ولا الشحات. أشرف بن شرقي أعتقد جاهز 100%، وأعتقد هيكون ليه دور كبير في المباراة بجانب إمام عاشور المتألق اللي هنتكلم عن تأمينه دلوقتي إن شاء الله. كل اللعيبة جاهزة، خط الدفاع ما شاء الله كامل وجاهز للمواجهة. خط النص عندنا قوة كبيرة جدا في خط النص، سواء عندك مروان، عندك أكرم، عندك أحمد رضا الوافد الجديد اللي أثبت وجوده. عندنا كمان السولية، خبرات السولية، عندك الشحات، إمام. لا عندك ما شاء الله خط نص قوي جدا تقدر تحجم بيه فريق سان داونز دفاعيا، وتقدر تضغط عليه كمان هجوميا ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق، ونقدر نسجل في بداية المباراة، ونقدر نكمل كمان، يعني نجيب الجون الاول وان شاء الله تلعب على الهدف الثاني والثالث ان شاء الله باذن الله. بس اهم شيء ان ما يدخلش مرمانا اي اهداف. فمطلوب من كولر ومن اللعيبة التركيز، التأمين الدفاعي اولا، ثم العب على الهجوم. يعني هنأمن دفاعنا وفي نفس الوقت ما نتجاهلش الناحية الهجومية. الناحية الهجومية دي هتتبني على ايه؟ على ناس هتساعد من نص خط النص. كمان الجناحات لازم يكون، او الأجنحة لازم يكون ليها دور فعال في مباراة الجمعة ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي. كل الفريق مركز زي ما قلنا، كل الفريق مستعد، الجماهير جاهزه من دلوقتي، بتسخن من دلوقتي. هتشوف استاد القاهره سجاده حمراء، هتشوفوا حناجر ذهبيه ان شاء الله من قبل المباراه. بعد صلاه الجمعه هتلاقي الجماهير كلها بتتوافد من جميع انحاء الجمهوريه، وهيكونوا في ظهر النادي الاهلي. وقبل ده كله ان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى في المباراه. طيب
شوف بقى عقلية الأندية التانية اللي بتقول لك أصل مفيش غير فريق واحد، والفريق واحد بياخد كل الامتيازات، والفريق واحد بياخد كل الرعاية. واتكلمنا في النقطة دي كتير قوي قوي، وقلنا الرعاية بالاسم وبالتاريخ وبالبطولات وبالإنجازات. شوف بقى عقلية الإدارة نفسها تختلف. عندك لعيبة في نادي اللي بيقول عليه إن هو المنافس، أنت مش قادر تجدد لها ومش عارف تجدد لها ومعكش أصلا فلوس، وطالع تقول لي شيكات مفتوحة شيكات مفتوحة شيكات مفتوحة. لو عندك شيكات مفتوحة يا ميدو كنت دفعت فلوس بيسيرو، فلوس الفندق الإقامة. أنتوا متخيلين إن مدرب مهدد بالطرد، وإدارة الفندق اللي هو مقيم فيه بتهدده وهتطرده عشان نادي الزمالك ما دفعش الفلوس، فلوس الإقامة؟ أنتوا متخيلين وصلت لحد فين؟ ويجي ميدو يقول لك عندي الشيكات مفتوحة وأقدر أشتري أي لاعب من النادي الأهلي. طب ما اشتريتش ليه يا ميدو؟ طب ما اشتري، اتفضل اشتري. لا، النادي الاهلي بقى عنده خطوات استباقيه واحترافيه في الموضوع. الثلاث لعيبه سواء ياسر، ربيعه، الشناوي، خلاص شبه مجددين مع النادي الاهلي، ولكن كل شيء متاجل لبعد مباراه سان داونز المهمه جدا، لان دلوقتي كل الدوافع وكل الحوافز في مباراة سان داونز. مفيش أي كلام دلوقتي، لا من إدارة الأهلي ولا لجنة السكاوتينج ولا من المدرب ولا اللعيبة، إلا مباراة سان داونز. ولازم جماهير النادي الأهلي تركز كمان في الموضوع المباراة ودعم الأهلي في المباراة فقط لا غير. بلاش نتطرق لأي مواضيع جانبية دلوقتي غير التركيز في المباراة. المباراة زي ما احنا قلنا مش سهلة. نتيجة تعادل هناك خارج أرضك كويسة وكل شيء، ولكن ما تضمنش المباراة وسير المباراة. لا قدر الله أي هدف هيدخل فينا هيصعب مهمتنا، لأن الهدف بهدفين. فإن شاء الله إن شاء الله كل التركيز وكل الدعم وكل الحب وكل الدعوات للنادي الأهلي إن شاء الله إن هو يعدي الخطوة المهمة دي، المرحلة المهمة دي، ونوصل للنهائي. وبعد كده نبدأ بقى نتكلم في التجديد والعقود وكل شيء هيطلع وهيبان. بس اللي اقدر اقول لكم الشناوي، ربيعه، ياسر مكملين في النادي الاهلي. تامين امام عاشور. امام عاشور عارفين لسه باقي في عقده كتير، يمكن سنتين، ولكن النادي الاهلي قلنا نادي احترافي واداره احترافيه. ففي كلام بعد مباراه سان داونز بالنسبه لامام عاشور تجديد لحد 2030. انتوا متخيلين النادي الاهلي بيفكر لحد فين؟ ربنا يدينا ويديكم طول العمر يعني ان شاء الله. تأمين النجم الأول اللي موجود، يعني هو نجم مصر الأول. شئت بقى أم أبيت أم طلع عندك رأي تاني، أي حد يطلع لك هيثم فاروق يقول لك لا ده مصطفى فتحي أحسن من إمام عاشور وكان هو يستحق أحسن لاعب في الفترة دي، مع إن تقييم إمام عاشور في المباراتين، مباراة سان داونز وأورلاندو بايرتس اللي لعبها بيراميدز، تقييم إمام عاشور أعلى كتير من مصطفى فتحي. ولكن احنا عارفين طبعا في حاجات تانية بتبقى جوه القلوب. عموما امام عاشور ان شاء الله باذن الله بيامن مستقبله والاهلي بيامنه، على اساس ان شاء الله باذن الله مستمر معانا ل 2030. وسام ابو علي بقى وعروض الاحتراف والكلام ده، كل الكلام ده متاجل لبعد مباراه سان داونز. النادي الاهلي مجهز ان شاء الله مفاجاه كبيره، لاعب كبير هيكون هو صفقه المونديال، لاعب عالمي هيكون صفقه المونديال. ممكن ما يكونش من كل الاسامي اللي اتطرحت، اللي اتقال بقى رونالدو واللي اتقال كوتيسا واللي اتقال مش المهم في لاعب اوروبي، لاعب عالمي جاي من النادي الاهلي ان شاء الله في كاس العالم للانديه. وبمناسبه كاس العالم للانديه وبمناسبه الناس اللي بتقول لك الاهلي بيجيب فلوسه منين، الاهلي وصلوا 2.5 مليون دولار من مشاركته وفوزه بالمركز الثالث في كاس العالم للانديه الانتر كونتيننتال اللي فاتت. ادي بدايه الكلام. 2.5 مليون دولار في مكافآت كبيره هتصرف للعيبه. كمان جاي لك قريب 9.5 مليون دولار اقل حاجه من مشاركتك في كاس العالم للانديه القادم اللي هيكون في شهر 6 في امريكا. ادي 11.5 مليون دولار بس اليومين دول يا عم انت وهو اللي بتقولوا الاهلي بيجيب فلوسه منين. ده غير الرعاية، غير الرعاية الكبيرة اللي موجودة من شركات كبيرة بتتنافس دلوقتي بتحط أسعار رعايتها للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية. ادي النادي الأهلي وادي الفرق بين الإدارة هنا والشيكات المفتوحة هنا. تمام. آخر حاجة عشان ما أطولش على حضراتكم، بالنسبة للجنة الأولمبية الدولية كانت أرسلت طبعا يوم 10
4 خطاب للجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة، إن إحنا سامعين إن في مشروع قرار أو قانون أنتوا بتحاولوا تعملوه، تعدلوا في قانون الرياضة في مصر. ابعتوا لنا نسخة باللغة الإنجليزية وقولوا لنا إيه حيثيات القانون وإيه مواد القانون، عشان نشوف إذا في حاجة مخالفة للوائح الدولية ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية ولا لأ. طبعا محدش رد، وبعته وزارة الشباب والرياضة نشكركم على اهتمامكم. ده الرد اللي بعتوه للجنة الأولمبية الدولية. الناس دي ما بتهزرش، الناس دي دولة أولمبية دولية، يعني الناس عارفة، محترفين عارفين شغلهم كويس. بعتوا خطاب للجنة الأولمبية المصرية بالأمس، تهديد صريح وواضح: إذا ما بعتولناش مشروع القرار، وإذا القرار أو القانون اللي أنت هتعملوه جديد مخالف في أي بند مخالف للجنة الأولمبية الدولية ولوائح الأولمبية الدولية، سيتم إيقاف مصر دوليا، ويتم عقاب مصر يعني المنتخب، يعني كل الفرق المصرية مش هتشارك في البطولات الخارجية والبطولات الدولية. مصر مش هتلعب لا في أفريقيا ولا في تصفيات كأس العالم ولا هتشوف كأس العالم. ده عشان إيه؟ عشان عند الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والزمالك، أو وزير الشباب والرياضة عفوا. كل الموضوع شخصنة ما بينه وبين كابتن محمود الخطيب. كل تفكيرهم ان هم يشيلوا كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة المحترم الناجح اللي هو شرف مصر كلها. هم عايزين يعملوا ايه؟ تسويف من الوزارة. دكتور أشرف قال لك ايه؟ احنا مش هنرد عليهم، احنا هنطول الموضوع لحد ما القانون يطرح على مجلس الشعب ويتم إقراره، وبعد كده نقول لهم ايه؟ يكون كابتن محمود الخطيب مشي وعملنا انتخابات في النادي الاهلي، وبعد كده نجي نقول والله احنا غلطانين. طيب حاضر يا لجنه اولمبيه دوليه، هنعدل القرار، هنلغي بند ال8 سنوات، يبقى يكون الكابتن الخطيب ومجلس الاداره بتاعه يكونوا مشوا من المشهد وخرجوا من المشهد وعملوا انتخابات، ويجي مجلس اداره جديد بقى على مزاجهم هم، وبالتالي يبداوا يغيروا في القرار ويعتذروا، واحنا خلاص وعدلنا وخدنا برأي اللجنة الأولمبية الدولية. ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ناس فاهمة ومحترفة قلنا، وناس صاحية للموضوع، فأرسلوا خطاب شديد اللهجة للجنة الأولمبية المصرية: هتردوا علينا وتبعتوا لنا القانون ولا نتخذ العقوبات، ولو في أي مخالفة سيتم إيقاف مصر دوليا. عموما احنا بس مش عايزين نطول على حضراتكم، في اخبار كتيره ولكن ممكن نناقشها ان شاء الله في فيديو بالليل. دلوقتي اقول لكم بس نهاركم سعيد ان شاء الله، ويومكم زي الفل، ويومكم كله فرحه وبهجه ان شاء الله وتفاؤل وامل، ونتمنى للجميع الصحه والسعاده. ما تنسوناش بشير ولايك عشان نقدر نتابع مع حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.